دارت الظمأ وابتلت العروق وعظم الاجر ان شاء الله. طبعا انا ووليد وهو هيجوا بس ساعات يعني انت واحد بيصور انا واحد بيصور الحاتم نبص لمين بقى؟ يا عم حسن يعيش الوقت واربح انت وصور. كل سنه وانت طيب يا كل عام وانت بخير يا عم حسن، كل عام وانت بخير، وضع عليك الايام بخير ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا جميل، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا غالي، كل سنه على جبل عرفات يا رب، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. استاذ معتز كل عام وانت طيب. استاذ ابراهيم كل عام وانت طيب. مين اللي ما خدش كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. استاذ عصام كل سنه وانت طيب يا عم حسن. كل ايه يا عم الحلاوه دي، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. بص انا اللي بعمل الاكل. ها ايوه. لا بصراحه الاستاذ عصام يشكر والاستاذ محمد كامل سلام، ناس محترمين. وفي اذان المغرب اهو كل عام وانتم طيبين، مجموعه الحب والوفاء، الناس المحترمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت بنقرا الفاتحه على روح الناس اللي كانوا معانا السنه اللي فاتت وتوفاهم الله، المستشار اشرف عمران اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، امين، قبرهم روضه من رياض الجنه، امين، اللهم احشرهم مع النبيين والصديقين امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. ربنا يرحمهم يا رب ويحسن نزلهم يا رب، والحقنا بيهم على خير يا رب. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عندنا لقاء حب ووفاء وافطار جماعي، وهنبدا نسال بعض الناس، اولهم الاستاذ وليد ابو مغاته. استاذ وليد، حضرتك ليك بعض الاراء السياسيه، عايزين تقول لنا مين الشاب اللي انت شايفه دلوقتي يصلح يقودنا في الفتره الجايه؟ والله ربنا احنا في الشيراتون محمد خش معاك من يصلح، وربنا يعين الجميع. خش في الشيراتون جوه خالص، خش عربيتك جوه. احنا شايفين الفتره دي في شاب يعني طموح اسمه محمد ابو حسن، رايك ايه فيه؟ والله يعني شخصيه بقول لك ايه يا محمد ابو زيد مش جايبه، وهو نفسه يعني يوصل للسلطه بكل السبل، فربنا يعينه. يعني يا ترى ان شاء الله طلب منك تأييد هتقف جنبه؟ ربنا يسهل بقى لما يجي وقتها، ده لسه في مش وقت مناقش. ايوه يعني هو طلب منك انك لو قال انا عايز اهل البلد يقفوا جنبي واتصل بيك يا استاذ وليد، هتقف جنبي ولا هيبقى رايك ايه؟ والله لو ظروفي تسمح ربنا ييسر الحال ان شاء الله. طيب ومن جوه قلبك بتدعمه؟ ربنا يكرمه، بس هو يعني واخد الموضوع بدرجه يعني قويه شويه يعني، فربنا شكرا يا استاذ وليد، كل سنه وحضرتك طيب. وده كان ريبورتاج يا جماعه من استاذ وليد ابو مغاته. شكرا. غريبه معانا احد الاشخاص يا عم ده كل شويه يقول لك ايه، انا في المستشفى مشتكي الواد وعامل لي فيديو، محمد جاي لسه بيكلمه بيقول له ده قال لي برضه نفس الكلام. جمله يعني اوفر، يعني مفيش حد بيعمل. بس بالنسبه لك ايه كل سنه؟ والله انا بقول ان مجموعه خيره جدا، مجموعه بتقف مع بعض لفرحه اليتيم، مجموعه بتحب بعضها لله وفي الله، فربنا يوفقنا جميعا ويدوم الحب منا دايما يا رب ان شاء الله. قول لي اليوم ده لو حصل في مره كده لقيت نفسك مش قادر تحضر، هيبقى احساسك ايه؟ طبعا الواحد هيبقى حزين، ان الواحد بيحب دايما يحضر المناسبه ديت مع بعضينا، بنحب نحضرها مع بعضينا وبنكمل بعضينا، وبيبقى يوم سعيد جدا بينا وبين بعضينا. في حد عايز تديله اي نصيحه من المجموعه؟ والله انا مش شايف ان هم كلهم بفضل الله تعالى كويسين وناس على خير، ونحسبهم على خير ولا نزكي على الله احد ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. كل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه. شكرا. ونشوف مجموعه الحب والوفاء، ومعنا النهارده الاستاذ رمضان. حاج رمضان، انت اول سنه ان شاء الله تشرفنا. والله ده اول سنه ان شاء الله، ويا رب نشوفها دايما على طول باذن الله. قول لي حضرتك ايه اللي شدك او ايه اللي شدك للمجموعه عشان ترحب بالضيوف؟ والله انا المجموعه من ساعه ما بدات فيها من 3 سنين، وكان السبب في دخولي في المجموعه ديت الكابتن سيد سلام. دي تعتبر رابع سنه،
دي تعتبر رابع سنه. بس اول سنه تكون متواجد فعليا. اول سنه بقى فعليا ان انا اتواجد في عمليه الفطار الجماعي بتاع الاخوه الجروب، لان شامله مجموعه ناس محترمه وكلهم ناس يعني قد الدنيا، فكان شيء يشرفني ان انا ابقى متواجد معاهم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. تقول للناس ايه في رمضان؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام دي بخير يا رب، واللي عنده ولد ولا عنده بنت عايز يفرح بيها ان شاء الله. القاعه بتاع الحاج محمد سلام الراجل المتنازل يعني بمنتهى التواضع، وبيقدم اسعار جميله جدا وبيقف جنب الناس المحتاجه. كل سنه وحضرتك طيب. شرفتنا نشوفكم في روبورتاج جديد محمد سلام. محمد كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا ريس. يعني اول بشكرك طبعا على استضافتك الجميله، وبصراحه انت يعني ما بتاثرش مع اي حد بحاجه، ومن الناس دي انا شخصيا يعني. قول لي بقى، يعني عايزك كده تقول لي في نص دقيقه الناس مجموعه الحب والوفاء، ايه الفكره اللي انت حبيت تدعمها بالشكل ده؟ لا، هي مجموعه جميله ومعموله للخير، ودي حاجه كويسه جدا، ودي افضل حاجه ما فيهاش، مش محتاج فيها رياء ولا ظهور ولا حاجه، دي عاملين لوجه الله بس، مش محتاجين. في اي حاجه سلبيه حابب تقول للمجموعه عليها؟ لا، هو السلبيات دي حاجات بتبقى مش ظاهره قوي يعني، والسلبيات احنا بفضل الله بنتناقش فيها وبتتغير يعني. طيب قول كلمه للمجموعه في رمضان. نقول ربنا يوفقنا جميعا للخير ويجعل ايدينا ممدوده للخير دايما، واجتهادنا لوجه الله سبحانه وتعالى. كل سنه وحضرتك طيب. طيبين والله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وان شاء الله نشوفكم في مونتاج جديد من تمشيته. ومعانا طبعا الاستاذ محمد ابو زيد اعلام الهرم، طبعا اللي بيشرفنا ويقرنا في يوم الحب والوفاء. قول لنا يعني يوم الحب والوفاء ده، الفطار الجماعي ده بيمثل يعني بالنسبه لك ايه؟ بيمثل لك ايه؟ هو جو اسري جميل، كفايه ان انت بتتعامل مع اصحابك. حضرتك انضميت للمجموعه من قد ايه؟ اول ما ابتديت يعني انا مؤسسي المجموعه. حوالي قد ايه؟ الفقرات كلها تعبان. يعني نقدر نقول المجموعه بقى لها قد ايه؟ بقى لها كام سنه؟ قال لي 7 فقرات. قال لي اعمل لك عمليه 8 سنين. 8 سنين. حسيت ان انت في مره من المرات عايز تفتح المجموعه. تقول ايه للناس اللي في رمضان النهارده؟ المجموعه والناس كلها. كل سنه وانتم طيبين، ونتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا، وتملي ماشيين في الخير. كل سنه وانتم طيبين. وكان معنا الاستاذ محمد ابو زيد، وننتقل من الاستاذ محمد ابو زيد نروح للاستاذ محمد الكومي. استاذ محمد كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. رمضان كريم عليكم وعلى الاسره يا رب. الله يخليك. استاذ محمد، انت من المجموعه اللي يعني بتعمل لوجه الله بدون اعلان او بترفض عمليه الاعلان ده. قول لنا يعني اكتر موقف حصل لك محرج في المجموعه. يعني موقف حسيت ان انت عايز تتكلم عليه وسكت عشان خاطر المجموعه. لا مفيش حاجه خالص، والله الناس كلها محترمين فاضل خيرة الناس يعني. حضرتك من الناس اللي مؤسسين المجموعه، تقدر تقول لنا من كام سنه؟ لا احنا بقالنا دلوقتي 11 سنه. 11 سنه مجموعه الحب والوفاء. طيب هل عندكم حاجه جديده ممكن تعملوها غير يوم اليتيم؟ ما فكرتوش مثلا تعملوا اي حاجه تانية تخدم اليتيم غير يوم الحفله؟ والله ان شاء الله في فكره ان شاء الله بعد العيد كده باذن الله هيبقى في اجتماع وهنقعد نناقش ان شاء الله في كذا اقتراح يعني من كذا حد اقترحوا كم فكره كده، فان شاء الله بعد العيد باذن الله. طيب قول للناس كلمه في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب عيد سعيد عليكم ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب، ومجموعه الحب والوفاء دايما في الحب والوفاء متجمعين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد انتهاء الإفطار الجماعي لمجموعة الحب والوفاء بنلتقي ببعض الأخوة الأفاضل. معنا الحاج رمضان. السلام عليكم يا حاج، اخبارك ايه؟ كل عام وانت طيب. ربنا يا رب يجعله رمضان كريم عليك. تقول ايه لليوم الجميل دوت وسط مجموعه الحب؟ صحبه واحلى اخوه، وربنا يجمعنا كده دايما عليك الحرب يا اخي، ربنا يجمعنا دايما كده على الخير باذنك يا رب. وافطار يعني ما شاء الله السياده المستشار عصام قام بالموضوع حاجه زي الفل ان شاء الله يعني. كل سنه وانت طيب يا حاج، وربنا يا رب يجعله شهر كريم علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها على طول. معانا الاستاذ محمد، تقول ايه للناس الحلوه دي في الاجتماع والفطار الجماعي لمجموعه الحب؟ حاجه واحده بس، اني احبكم في الله.
وحبك الله الذي احببتنا فيه. كل عام وانت طيب وكل عام وانت بخير. الاستاذ وليد تقول ايه في اليوم الجميل دوت؟ ناس محترمه وربنا يا رب يزودنا ما يقللناش ان شاء الله. كل عام وانت طيب يا استاذ وليد. كل عام وانت طيب وبخير. استاذ محمد حبيب الكل الاعلامي الهرم. والله انا قاعد وسط ناس اكتر حاجه تعملها معاهم ان انت مش تحبهم في الله، لو في اكتر من الله كنت حبيتهم. احبك الله الذي احببتنا من اجله. انت محترم يا حاج محمد، وكل عام وانت طيب واسرتك طيبه يا رب كده، ويا رب متجمعين في الخير يا رب. استاذ عصام اللي هو بقى صاحب الفرح اللي احنا الناس كلها بتشكره، وما شاء الله ما شاء الله. ربنا يكرمك يا رب، وكل عام وانت طيب. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب اتمنى ان احنا نجتمع كل سنه كده مع بعض، لان الصحبه الجميله دي هي خلاصه الصحبه الصالحه الصادقه اللي احنا الواحد طلع منهم من الدنيا كلها يعني بصراحه. يعني اجدع ناس واحلى ناس، يعني مش هلاقي اجدع من كده يعني بصراحه يعني. ربنا يكرمك. احنا بنجتمع في الخير ودايما مع بعض في كل حاجه. كل عام وانت بخير وطيب. اتمنى انها كل سنه مع بعض، وكل سنه وانت طيب، واحنا سعداء ان انت موجود معانا السنه دي. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. انتوا ناس كلكم فوق دماغي واخوه افاضل. رمضان برضه اول مره معانا السنه دي. ناس كلكم محترمين. يا رب تكونوا معانا كل سنه يا رب على طول. استاذ وائل كل سنه وانت طيب يا استاذ وائل. بصحه وسلامه، وبعد عليكم الايام بخير ان شاء الله، ويا رب كل عام متجمعين. وهم قالوا كل حاجه، ما عنديش حاجه اقولها ان شاء الله، وكتر الف خيركم، وربنا يجمعنا دايما في الخير يا رب. كل سنه وانت طيب. معانا بقى صاحب بقى الفرح كله وصاحب المكان، حبيبي 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 حبيبي، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. عليكم الايام بخير كده، وربنا يديم المحبه والجمع الحلو ده. ربنا يكرمك يا رب. ويديم على طول علينا باذن الله تعالى. كل عام وانت طيب. معنا بقى الاستاذ ابراهيم استاذ ابراهيم كل سنه وانت طيب. ومين اللي اكتشفك ان انت تبقى اعلامي ومحاور كده وكويس؟ كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، وربنا يجمعنا دايما يا رب في الخير والحب والمحبه. طبعا استاذ حسن سعيد طبعا اخويا الكبير اللي هو السبب في اي حاجه الحمد لله عملناها مع بعض، وهو المكتشف. بس انا ببعت رساله للزواريده مغاته بقول له ما تتكلمش عن حد في غيابه، وكل سنه وانت طيب، ورمضان كريم عليكم وعلى الاسره كلها. كل سنه وانت طيب. كل سنه. استاذ محمد الكومي كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد، واسرتك بخير يا رب. تقول ايه في الجامعه والمجموعه الجميله دي؟ في الله كلهم اخواتي وحبايبي. هو زادوا النهارده رب يجمعنا دايما كده ان شاء الله. ربنا يكرمك. اعلن الحرب على ابراهيم المصري، اعلن الحرب على ابراهيم المصري. دفاعا عن الوليد. استاذ حسن بقى تقول لنا ايه بقى في رمضان، تقول لنا ايه في اليوم الحلو ده؟ اولا انا بشكر الله سبحانه وتعالى ان جمعني بصحبه جميله وناس فوق الاحترام واكتر من اخوه. وفعلا زي ما قال الاستاذ محمد والاستاذ محمد ابو زيد، والله اني احبكم في الله، والله اني احبكم في الله. وربنا يا رب يجمعنا على خير ومجموعه اكتر من ممتازه، وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله يا رب يعود علينا رمضان اياما عديده وازمنه مديده واحنا بخير، وجميع اسركم بخير يا رب. كل عام وانتم طيبين. اللي كانوا ما جوش النهارده بقى حطينا واحد. انا بعت تستورد مليون مترستك لشد العلاقات بيننا وبين اسرائيل. استوردت 1000 مشبك لنشر الدعوه الاسلاميه في الوطن العربي. انا رحت شركه كابو المنسوجات، لقيت سعر الفانيلا نص، سعر اللباس 2 جنيه. قلت لهم ارفعوا لي الفانيلا، نزلوا لي اللباس. من الشلل طب نسمي بسم الله. طيب استاذ محمد بيقلد الرؤساء وبيقلد الفنانين. اهدى، المفروض اقابل الناس اللي جايه من اهدى. والله ده انا فرحت لك قوي. مين ده؟ اهدى، شكلك كده من عيله معلم القرموطي بقى يقول لك ايه؟ شكلك كده من عيله الجبر وهنعملها معاك. انا ممكن ابعت لك بعثه لكلينتون تاخد كورس انجليزي مع البت مونيكا هناك. معلش احنا بنتكلم يعني مفيش اي حاجه، ماشي؟ 100 مره قلت لك ما تمشيش مع الواد مرعي بتاع الكلمه دوت تلفان، وبرضه مفيش فايده فيك. معلش احنا بنتكلم يعني مفيش اي حاجه، ماشي؟ المعلم رضا بقى شرب كوبايه شاي في عجبك لذيذ قوي هذا الشيء. يا ست ماشي يا ورد يا ده كريس، شكلكم كده الصحبه جميله والله العظيم. ده انا فرحان بكم قوي يا اخويا. ذاكر رستم يقول لك ايه؟ انا 100 مره اقول لك يا ابراهيم يا ابني انت بطل الاساليب الملتويه دي هي، وما فيش فايده فيها. كان متكفل ب 30 اسره.
زكي رستم اللي بيتكلم عنه. ده اكتشاف جديد في الاستاذ محمد ابو زيد ان هو بيقلد الفنانين. في عندك حاجه ثانيه يا استاذ محمد؟ خلي بالك انا ما بدرسش السنه دي. المهم نسمي بسم الله كده الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بقى لنا 11 سنه بفضل الله.